بفوز اتحاد العاصمة على الملعب التونسي بثنائية نظيفة، يكون بذلك أبناء سوسطارة قد لحقوا بركب الأندية الجزائرية المتأهلة لدور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف على غرار مولودية الجزائر، شباب بلوزداد وشباب قسنطينة. دوري المجموعات لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الكاف التي ستجرى قرعتها في 7 أكتوبر المقبل تعتبر بداية لمنافسة حقيقية لممثلي الجزائر، حيث سيكون الموعد حينذاك مع مقارعة كبار القارة السمراء مولودية الجزائر وشباب بلوزداد اللذان تدعمت صفوفهما بلاعبين دوليين يملكان الخبرة في أدغال إفريقيا بألوان المنتخب الوطني على غرار أندي ديلار وإسلام سليماني. المولودية والشباب مطالبان بإثبات قوتهما ورفع الراية الوطنية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا في ظل وجود فرق لها تاريخ عريق في المنافسة الأغلى إفريقيا على غرار الأهلي المصري، الترجي التونسي، الرجاء البيضاوي المغربي، TP Mazembe الكونغولي. Donc voilà, mais ça doit nous servir de leçon et surtout d'apprentissage parce que maintenant on est dans la cour des grands. Je suis très heureux et honoré que le Mouloudia Club d'Alger figure dans la phase de poule de la Champions League africaine. Voilà, j'ai été long mais j'ai planté le décor. منافسة كأس الكاف هي الأخرى لا تخلو من منافسين أقوياء مثل ما هو الأمر مع الزمالك المصري، الصفاقسي التونسي، أساك ميموزا الإيفواري، إنيمبا النيجيري، حيث يتعين على شباب قسنطينة بخبرة مدربي خير الدين ماضوي المتوج برابطة الأبطال مع وفاق سطيف سنة 2014، واتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف والسوبر الإفريقي سنة 2023، وبحنكة مدربه التونسي نبيل معلول وبعض العناصر ذوي الخبرة إلى البحث عن اللقب القاري. احنا لازمنا تحضير جيد، هذا هو الشيء مهما كانت الفرق. هناك فرق قويه اللي راح تكون نهضه بركان، الزمالك المصري، نظن سيمبا، يعني فرق استاد ماليا، يعني نظن كاين فرق اللي راح نظن تكون عندها كلمه بطبيعه الحال قويه في دوريتها. العميد، أبناء العقيبة وسوسطارة، بالإضافة إلى أبناء الجسور المعلقة ممثلي الراية الوطنية في المنافستين القاريتين، مطالبون برفع سقف الطموحات، والهدف هو التتويج بالألقاب وعدم الاكتفاء بالوصول إلى أبعد دور ممكن، وذلك بالنظر للانتدابات النوعية التي دعمت بها صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الأخير. فهل يفعلها ممثل الجزائر ويتزعمون القارة الإفريقية؟